كسيرة فراس واحد المسافة طويلة، ووقف قدام واحد الدار كتبان قديمة شوية ولكن ما ساكن فيها حتى شي واحد. علاش جايبني لهنا؟ نزلي وغتعرفي علاش جايبك لهنا. كانت الدار كبيرة وزوينة ولكن موسخة لواحد الدرجة ما كتوصفش، الغبرة في كل قنت وكاينه الخملة في السقف، الدروج عامرين غبرة وكلشي مكرفس. اشنو هاد الحالة؟ واش جاك غالي تجيب شي حد ينقي هاد الروينة؟ وانا علاش جايبك انت هنا؟ كيفاش علاش جايبني؟ يعني انت اللي غتنقي هاد الزبل كامل وهاد الدار من الفوق حتى لتحت؟ لا ميمكنش، هذا هو العقاب ديالك حيت ما كتسمعيش الهضره. لا راه انت فعلا حمق ومسطي. انا غادي نمشي للخدمه، نرجع نلقى الدار مقاده ومجموعه، والا ما غاديش تشوفي صاحبتك مازال. سكتات ياسمين شي ثواني وشهقات واحد الشهقه وقالت ليه: واش كيحسب لك غنفذ لك الطلب ديالك؟ ياك ما كيحسب لك انا رطبه وكيوت؟ شاف فيها فراس بصدمه من هادشي اللي كتقول. انتي تهضري معايا انا هكا وكتعلي صوتك؟ ايوا قرب منها وهو شاعل، قرر يخوفها وحيد الصمته ديالو وبدا كيدور فيها في الهواء حتى دارت الصوت. لا انتي باينه فيك خاصك اعاده التربيه. ياسمين تخلعت من الشوفات ديالو، بين هذا ما كيضحكش. عطيني غير هاد النهار والدار غتولي كتشعل وزوينه. شاف فيها بانتصار وما تنسيش حتى الغدا. شفت في ياسمين بغيت وهي كتعيب النبره ديال صوتو. مشى الخدمه وما رجع حتى الليل. دخل الشيطان للدار اللي كلف ياسمين تخملها، وملي سالا من الخدمه تصدم فاش لقى الدار بصح نقيه وتخملات من داك الشيء اللي يشوفها يحسب ليه باقا جديده. كان كيتسنى باللي غتعاند كيف ديما وما تسمعش الهضره، ولكن اللي صدمو اكثر هو الهدوء اللي طيح على الدار. دخل الشيطان وهو كيغوت بسميت ياسمين ولكن ما سمع حتى شي جواب. يحسب ليه هربات عاوتاني حتى سمع شي صوت جاي من الكوزينه. تنهد بالراحه ملي لقاها تما وهضر معاها بضيق: واش ما كتسمعينيش كنغوت عليك ولا مالك؟ ما جاوباتوش، كانت غير ساعيه. واش سماكيتي ولا مالك؟ شافت في ياسمين بانتباه حيت بصح ما رداتش البال لصوته من كثره ما كانت ساهيه وكتفكر في شي حاجه، وهضرات بهدوء: نعم، شنو كنتي كتقول؟ كنت كنعيط عليك، اسمح لي ما كنتش كنسمع. طلع فيها فراس حاجبو باستغراب: واش هذيك كتعتذر دابا؟ ولكن ما داهاش في الموضوع وكمل هضرته: واش درتي الغدا؟ صايبته. هادشي زاد من الاستغراب ديال الشيطان ولكن فضل يسكت حيت كان عيان بزاف. جلس في الطبله كيتسنى ياسمين تجيب الماكله وبقى كيدور في عينيه في الدار اللي ولات بحال ليله جديده. شويه دخلت ياسمين وهزه في يدها صينيه كبيره فيها بيتزا. شنو هادشي؟ بيتزا، واش ما كتعرفهاش؟ شاف فيها بشك حيت هاد الهدوء ديالها ما كيريحوش. مالك؟ مالي والو، يلا كول. شاف فراس في الماكله بشك: وانتي ما غتاكليش؟ ياك ما حاطه ليا شي مصيبه في هاد الماكله؟ لا انا مسطيه ولكن ماشي لدرجه نحط لك شي حاجه في الماكله، راه غناكل كاع. حرك ليها راسو بهدوء وبدا كياكل بلا ما يزيد شي كلمه. ياسمين كانت كتاكل وهي ساهيه بزاف كتفكر في داكشي اللي شافت. فراس بقى حاضيها بطرف عينو وهاد السكات ديالها عصبو حيت ما مولفوش. ياسمين شافت فيه بتوتر وكانت باغا تقول ليه شي حاجه. واش شاف فيها بفضول وطلع حاجبو كيتسنى شنو غتقول. واش شنو؟ لا صافي والو. وليت كتخاف منه بزاف، ما كتقدرش تنكر باللي راها كتخاف منه بعض الاحيان حيت الشخصيه ديالو قاصحه وخا مازال ما بينهاش كامله. كانت كتخاف من الغضب ديالو ولكن دابا ولات كتخاف من اي حاجه كتخصو. سال الماكله ديالو وهدر ببرود: صافي كليتي؟ يلا بدلي حوايجك غنمشيو. حركت لي ياسمين راسها بهدوء وناضت، اما هو بقى متبع الخطوات ديالها بنظرات غامضه حتى حد ما يفهمها. وقفات الطوموبيل ديال الشيطان قدام القصر ديالو. نزلت ياسمين بالزربه وبدات كتمشى بخطوات سريعه باغا غير تدخل للقصر. فراس بقى كيشوف في البلاصه اللي مشات ليها بسخريه، سد عينيه بقله حيله وتبعها لداخل بخطوات ثقال. دخلت ياسمين كطار القصر وطلعت لبيتها باش تسترجع الانفاس ديالها اللي تقطعوا ليها وهي معاه في الطوموبيل.
ولات كتهرب منه، ما بغاتش تخالط معاه في اي بلاصه. جبدات دوك جوج كتوبه اللي كانت مخبياهم في حوايجها وهي كتفكر كيفاش لقاتهم. نرجعوا كيفاش لقاتهم في ديك الدار اللي نظفات ياسمين. كانت ياسمين يلاه سالات التخمال ديال الدار اللي كلفها بها الشيطان، وكانت كتشوف في القناة بفخر. اوف، ردي الدار كتشعل. هي كترجع باللور حتى ضربات في واحد المكتبه موراها. اش هاد الزمر، واش ضروري نضرب في شي قنت؟ ضربات المكتبه بيديها بحال الا كتخاصم معاها، وهي تقفز بالخلعه. فاش شافت ديك المكتبه تحلات بحال شي باب، صرت طريقه بالخوف وقالت ويلي، واش هادي مسكونه ولا شنو؟ بغات تهرب، ولكن الفضول ديال ياسمين غلبها. تقدمات وهي كترد رجليها اللور ودفعت داك الباب اللي بقى بشويه. دخلات ولقات الدنيا كحله ظلام. بدات كتقلب في الحيط بيديها وكتشوف واش كاين شي حاجه حداها، حتى لقات الساروت ديال الضو. شعلات الضو وبانت لها بولا ضواوها ضعاف. تنهدت بالراحه ودارت اللور وهي تشهق بالخلعه، وحطات يدها على فمها باش تحبس الغوات ديال الرعب. لقات راسها في واحد البيت صغير بزاف ولكن عامر بالرسومات، واللون ديالهم داير بحال الدم. شفت في دوك الرسومات اللي في الارض لقات مرسوم واحد واقف يديه مربوطين ووجهه مغطي، وفوق منه كاين بحال حبل ديال المشناقه. شفت في واحد التصويره اخرى معلقه في الحيط فيها مرا غتكون في العشرينات ولا الثلاثينات، يديها مربوطين في جوج حديدات وفيها بقعه ديال الدم جهه القلب. ياسمين خمنات باللي ضربت بقرطاسه في قلبها، ومن بعد لقات قدامها واحد اللوحه كبيره معلقين فيها التصاور ديال شي ناس ومضروبين فيهم واحد السهم، وباقي البيت مصبوغ باللون الاحمر اللي كيشبه الدم. ياسمين بعدت من هاد الشيء حسبها لها شي كتوبه محطوطين مرونين. الفضول جرها لعندهم، لقات فوق كل كتاب مكتوب تاريخ. هزت 3 ديال الكتوبه عشوائيا بلا ما ترد البال للترتيب ديالهم، وخرجت كطير مخلوعه من داك البيت وهي كتنوج. نهايه الفلاش باك. ياسمين من مورا ما تفكرت هاد الشيء رجعت للواقع وشافت في داك الكتاب اللي قدامها وبدات كتقرا هاد القصه. سميتي فراس. هاد النهار قفلت 18 عام، تولدت في دار ناس لاباس عليهم. بابا كان غني وماما حتى هي. كنا عايشين مع جدي ومراته. ما كانتش جداتي كانت ميته، وجدي تزوج من بعد لاله رجاء وولد معها 2 ولاد. كبرت في هاد الدار حتى وصلت 15 عام. في واحد النهار كنت في الثالث اعدادي ونجحت، رجعت للدار فرحان وجلسنا العائله كامله. بابا وماما فرحوا وحتى جدي طبعا، من غير مراته وولادها اللي ما كانوش كيحملونا، ما كيبغيو حتى شي واحد فينا، ولكن حنا ما كناش كنتسوقوا ليهم، وكل واحد كان داخل سوق راسو. كنا كنتغداو وكنضحكوا، وفجاه جدي عيا وبدا كيكحب. يحسب لينا غير الشريك ولا شي حاجه، عطيناه الماء باش يخف عليه الحال، ولكن بقى كيكحب وحط يدو على قلبه. تخلعنا كاملين وعيطنا للطبيب. ملي جا قال لنا بلي جدي محتاج عمليه على القلب في اسرع وقت حيت كان هامل راسو. قالوا لينا نسبه النجاح قليله بزاف، ولكن الا ما دارهاش غيموت. جدي كان رافض الفكره، ولكن من بعد اصرار كبير منا ومن عمامي وافق. دخل العمليه وهو كيشهد ويوصي بابا باش يتهلا فينا ويحضر راسو. تعطل بزاف في العمليه، وملي خرج الطبيب كانت الصدمه. جدي توفى حيت كان كبير في العمر والنسبه ديال النجاة كانت ضعيفه. هاد الخبر نزل علينا بحال الصاعقه. من بعد ما دفناه ودرنا الجنازه رجعنا للدار وتفاجئنا ملي لقينا حوايجنا وكاع داكشي اللي ديالنا مليوح برا. بابا استغرب وسول علاش. جا عمي بواحد الورقه فيها توقيع ديال جدي كيتنازل فيها على كاع الثروه والاملاك العمامي، وقالوا لينا ما بقاش لينا بلاصه معاهم. مشينا للمحاكم ودرنا دعوات باش ناخذ حقنا، ولكن كان عندهم دليل، وللاسف بابا ما خدا حتى ريال من ثروه جدي. فاش خرجنا مشينا سكننا عند واحد جارنا واحد المده حتى بابا لقى خدمه كمحاسب في الشركه ديالو، وكرينا دار في حي شعبي. بقينا تما حتى وصلت ل 18 عام. بات ماما كان كيصيفط لينا هدايا مره تقضيه ديال الدار وكذا، ولكن توفى حتى هو. بكينا وعزينا. دازت 3 شهور وماما ما بقاتش كتهضر مع خوتها. كان عندها غير خو واحد وما كانش كتهضر معاه بزاف، ماشي بحال فاش كان جدي عايش. كانت ناسيه كاع باللي عندها ورث وعمرها هضرت في الموضوع.
فواحد النهار ديال الجمعه ماما طلبات مني نهبط نتقدى شي حوايج للدار. هبطت، ولكن ملي رجعت كانت الصدمه. سمعت واحد الصوت غريب خارج من الدار ديالنا. تخلعت بزاف وطلعت كنجري وشفت واحد الحاجه عمرني توقعتها. ياسمين قلبات الصفحات اللي بقاو بالزربه، كتقلب على التتمه ولكن لقاتهم كاملين خاويين. اش هاد السسبانس؟ واش كيكتب روايه هذا؟ اشنو غيكون شاف؟ ردت البال باللي الوقت تعطل بزاف والشمس بدات كتطلع. تفوهات ياسمين بالنعاس وقررت تنعس باش تفيق غدا وتكمل الكتاب الثاني. نعست وهي مفقوصه وكتفكر في هاد العائله القاسيه والغداره. مع جوج ديال النهار الشيطان كان فايق من الصباح واستغرب كيفاش ياسمين باقا ناعسه حتى لهاد الوقت. فاطمه عيطي لياسمين باش نفطروا. واخا ولدي، سير كل انت وانا غنمشي نفيقها. في الطبله ديال الفطور جلست ياسمين وبدات كتاكل بواحد اللهفه حيت كان فيها الجوع بزاف. كلي بشويه، الماكله ما غطيرش. سكتت ياسمين لثواني ملي تصدمت بوجوده وصرتات داكشي اللي في فمها باحراج وبقات كتشوف فيه شحال. الشيطان لاحظها وشاف فيها باستغراب. يلا بغى يسولها حتى دخلات فاطمه وقالت لي باللي كاينه واحد البنت برا كتقول باللي كتعرفوا شحال هادي وبغات تشوفو. بنت وكتعرفني شحال هادي؟ كيفاش؟ واش مزوج عليا ولا شنو؟ مزوج عليك؟ الله يهديك، جلسي الارض وتكمشي. من بعد دار عند فاطمه وقال لها دخليها. حركت لي فاطمه راسها بابتسامه. دازت شي دقيق ودخلت واحد البنت زوينه بزاف لابسه حوايج قصار اللي كانوا عباره على تريكو نص كم وشورت قصير بزاف. ياسمين شافت فيها باستغراب بينما الشيطان شاف فيها بصدمه وغضب وتلجم ليه لسانه. امانيه. ياسمين شافت فيه باستغراب بين عليها ماشي مغربيه وسولته باستغراب شكون هادي؟ امانيه شافت في ياسمين بسخريه. انا اللي المفروض نسولك شكون انتي؟ علاش جيتي؟ كيفاش علاش جيت؟ واش ماشي داري هادي بحال ما هي دارك؟ ولد عمي. في هاد اللحظه ياسمين هزت عينيها مصدومه. كيفاش بنت عمو والدار دارها؟ حست لواحد اللحظه بالضياع في هاد الماضي ديال الشيطان الغامض اللي صعيب يتفهم. اكيد الدار دارك. امانيا شافت فيه بخبت ودورت عينيها لياسمين. ايوا وشكون هادي؟ هدر الشيطان بابتسامه ديال الخبث بحالها. هادي ياسمين مراتي. ملامح امانيا تبدلت للصدمه. كيفاش تزوجتوا؟ كيفاش كيتزوجوا الناس؟ امانيا بدات كتدور عينيها مصدومه ولكن حاولت تبتسم ابتسامه مصطنعه. مبروك فراس، كان عليك على الاقل تعلم شي حد فينا. تجاهل الشيطان هضرتها الاخرى وجلس في الطبله وشير ياسمين باش تجلس حداه. جلست ياسمين وهي ما باقياش قاده وكتشوف امانيا بشوفات ديال القرف على ديك الحاله اللي لابسه. امانيا جالس انا غنطلع نرتاح دابا وزربات في الخطوات ديالها طالعه لبيتها اللي بقى مسدود من نهار مشات. جلست امانيا معصبه فوق الناموسيه وبدات كترون في شعرها بالغديد. شويه صونا التليفون ديالها بنغمه اجنبيه. كانت امها اللي كتعيط. جاوبت بالزربه. ماما الوضع هنا مكفس بزاف، الشيطان راه مجوج وعنده مراه. شنو؟ اش كتقولي؟ علاش ما وصلتناش الاخبار؟ حتى انا راه تصدمت ملي عرفت. شنو غندير دابا؟ الخطه ديالنا غتصعب بزاف. تريزا قالت لها امانيه بنتي حاولي تصفيها لها وتخلصي منها. واش مستوعبه اش كتقولي؟ واش باغيه الشيطان يكمل علينا ويصفيها لينا كاملين ولا شنو؟ تساعدنا امانيا، غنصيفط لك روبن باش يعاونك والمهمه ديالكم غتسهل حيت بوجود مرات الشيطان الخطه غتجينا صعيبه. وكيفاش غنتخلصوا منها بوجود روبن؟ سمعي. ياسمين كانت جالسه ساكته وكتفكر يا ترى شنو شاف الشيطان اللي خلاه مصدوم لهاد الدرجه. قررت توقف هاد الانتقام الباسل ديالها منه وتجمع شويه ديال المعلومات عليه وتحسن طريقتها معاه. حنحنات ياسمين لثواني وهضرات بابتسامه. ايوا كي دايره فراس؟ شاف فيها فراس باستغراب وطلع حاجبه. انا كي داير؟ صاحبي قلت لك كي داير. الشيطان ببرود وهو كيرجع يشوف في طبسيله. مزيان
الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله. حاولت ياسمين تسايروا في الهضره. النتيجه ديال الباك ديالي قربت تبان. ما بغيتيش تعرفني شنو درت؟ لا، الا بغيتي تعرفيها نصيفط شي حد يجيب عليك. شد الحجر هذا وكملت بواحد النبره حذره خايفه تزلق في الهضره. وكيفاش حدا خديتي اللقب ديال الشيطان؟ زعما شكون اللي سماك الشيطان؟ شاف فيها بحده وما جاوبهاش. سكتت ياسمين وما عاوداتش سولات كيف ديما. يلا بغى ينوض وهي تغوت. واش ممكن تسنى 10 دقائق؟ شاف فيها باستغراب ولكن حرك ليها راسو باللي واخا. طلعت ياسمين كطار لبيتها ودقائق وهبطات لابسه حوايج ديال الخروج. شاف فيها بحال الا كيتسنى شي تفسير علاش خلاتو يتسنى. غنمشي نشوف نادى في السبيطار توصلني. وانتي واش قررتي هادشي غير من راسك؟ دابا واش غتوصلني؟ غنوصلك ولكن الشفر هو اللي غيرجعك. حركات لي راسها باللي واخا شير لها باش تتبعو. تأفات ياسمين من هاد الاشارات. واش ما كيعرفش يهضر؟ رجعت ياسمين للقصر وهي فرحانه ملي عرفت باللي كاين امل باللي نادى تفيق من الغيبوبه هاد السيمانه. حمدت الله ملي ما لقاتش الشيطان حيت هاد الشيء غيسهل عليها تقرا الكتاب الثاني من المذكرات ديالو. دخلت لبيتها وبدات كتقلب في حوايجها حتى لقات الكتاب. ابتسمت بفرحه وحلاتو. لقات في بدايه المذكره تاريخ 25/5/2009. قلبت الصفحه وبدات كتقرا. قفلت 19 عام ونفس المشهد اللي شفتو كيتعاود قدام عينيا كل مره من نفس التفاصيل بحال الا وقع البارح. كنتفكر ملي دخلت ولقيت الدار كامله مهرسه وبابا ملي وقع في الارض غيب على الوعي. كان قدامه فردي وبقع ديال الدم وكانت واحد الحديده محلقه وفيها ماما وكتنزف بالدم بزاف. بقيت واقف مصدوم. عقلي ما بقاش قادر يستوعب ولا يفكر في اي حاجه وانا كنشوف هذا المنظر. قربت من ماما بزاف والدموع تحجروا في عيني بحال عقلي اللي تجمد. في هذه اللحظه راسها كان طايح لتحت وجسمها معوج ويديها مربوطين. فقت على الصوت ديال بابا كيقول شي كلمات مفهوميش. درت كنشوف فيه كيحاول ينوض وانا كنفكر واش معقول هو اللي قتل ماما؟ ولكن كيفاش؟ وهما كانوا قراب لبعضياتهم بزاف. قبل ما نطق بشي كلمه البوليس اقتحموا المكان. شفت واحد الضابط هز الفردي بمنديل وجوج اخرين كيديروا المينوط لبابا. انا ما كنتش في وعي باش نفهم هاد الشيء، كنت غير كنشوف في ماما. ملي البوليس فكوها طرت كنجري كنحاول نقنعهم باللي راها باقا حيه ولكن حتى حد ما تسوق ليا. داوها في سياره الاسعاف لتحت وانا تابعها كنجري ولكن هي كانت اسرع. درت اللور شفت بابا خارج من العماره والمينوط في يديه وكيلوح لي نظرات باللي راه بريء وما دار والو. شفت في الناس اللي جمعوا كيشوفوا في بابا بالاحتقار والشفقه والغضب. ما قديش نتحمل دوك النظرات. دازوا 3 ايام ودفنا ماما. كانوا الناس بزاف وحتى بابا جابوه باش يحضر الجنازه. هادوك كانوا أسوأ ايام حياتي. ملي سالت الجنازه قررت نمشي عند بابا باش نعرف شنو وقع حيت عقلي ما بغاش يوقف التفكير. ملي مشيت عنده سولته كانت الصدمه. ملي عرفت الشخص اللي دار هادشي لماما عمري في حياتي تخيلت خالي يدير هكا واخا يكون على قبل الورث اللي ماما عمرها جبداتو. هادشي اللي طرا علمني باللي ما كاين حتى شي حد قريب تقدر تثق فيه وفي الاخر كتاخد الصدمه من اعز الناس ليك. رجعت للدار مصدوم من داكشي اللي قال لي يا بابا وما مستوعبش شنو طاري. ملي وصلت تصدمت ملي لقيت مراد صاحب الطفوله ديالي كيتسناني. كان عمره 16 عام. غبر عليا مده طويله حيت كنا تحولنا. رحبنا ببعضياتنا بزاف وملي كنا كنهضروا تهربت باش ما نعاودش ليه داكشي اللي وقع لماما. عاودت ليه غير علاش غبرت وعلاش وليت عايش هنا. عرض عليا مراد يعاونني ويوفر لي محامي باش يوقف مع بابا في المحكمه ويثبت البراءه ديالو وقال لي هذه اقل حاجه يقدر يديرها. شكرته بزاف حيت كنت محتاج هاد المساعده. جا وقت المحكمه وخالي كان معين محامي لماما. غير شفتو رمقته بنظره ديال الاحتقار ورجعها ليا بسخريه. ما نكرش باللي هذاك كان ثاني أسوأ يوم في حياتي حيت خسرنا القضيه. الفردي كانت فيه البصمات ديال بابا والمحامي ديال خالي قدر يثبت هاد الشيء مزيان. والخبر اللي كان صدمه كبر هو ملي نطقوا بالحكم
اللي ريب ليا كاع الامال ديالي. حكم قلب لي حياتي كامله وبدلها، وهو حكم الاعدام. ياسمين سدات الكتاب في هاد الصفحه وما قدراتش تكمل. بكات بسكات على داك الشيء اللي داز على هاد الشاب في هاد العمر الصغير. ملي تهدنات شويه حسيت بالعطش وهبطات لتحت باش تشرب. لقات فاطمه كتوجد باش تطيب. فاطمه، اشنو غطيبي هاد النهار؟ ما عرفتش، ولكن خاصني نطيب شي اكله زوينه لهاديك البنت اللي الفوق، امانيه. ياسمين ابتسمت بخبث. المجاغبه رجعت ليها. قلتي لي امانيه ياك؟ خلي لي انا الطياب. اشنو غديري؟ مالك؟ واش انا قلت شي حاجه؟ قلت غير غنصيب الماكله، سيري انت ارتاحي. مشات وصلت الحارس يجيب ليها المقادير اللي بغات، ورجعت طلعت لبيتها. هزت المذكرات ديال الشيطان عاوتاني، تنهدات وهضرات بحزن. يا ريت ما لقاش شي حاجه اخرى تقطع لي قلبي. كملت القرايه. قبل ما يتعدم بابا قال لي كلمه وحده ما تسمحش في حقنا. كنت عايش في الدار اللي كاريها بابا، خدمت في ريستو وكنت كنخدم في الصباح، ومن وراء العصر كنخدم في واحد المتجر ديال الحوايج باش نخلص الكرا ونصرف على راسي ونكمل قرايتي. من بعد سمعت في ديك الدار وكريت دار اخرى، حيت الذكريات كانت ديما تابعاني. في واحد المره دفعت لشركه كبيره نخدم معاهم في اي حاجه. خدموني في الكوزينه ديال الشركه. مول الشركه كان راجل شارف عنده ولد مسافر. مره كنت ديت ليه القهوه ولقيته كيحسب واحد المساله بصوت عالي وكيفكر فيها، وحيت انا واعر في الحسابات جاوبته بلا ما يسولني. الراجل شاف فيا باستغراب واعجاب وقال لي منين كتعرف هذا الشيء؟ عاودت لي باللي بابا كان محاسب وهو اللي علمني. ابتسم ليا وشكرني بحال اي واحد ورجعت لخدمتي. يوم مورا يوم الراجل ولا فيه يهضر معايا وكيعاود ليا كل شيء، ويقدر يعوضني على بابا ولو بنسبه قليله. مره عيط ليا في واحد الوقت غريب وهضر معايا في بزاف ديال الحوايج. في الاخر قال لي واش ما تعاودش ليا قصتك؟ سكت واحد المده كنفكر. من بعد قررت نعاود ليه. عاودت ليه كاع داكشي اللي وقع من اللي كانت عندي 15 عام حتى لدابا. من بعد شهور هاد الراجل ولا كيعلمني بزاف ديال الحوايج. دخلني نقرا في جامعه واعره ودار لي بلاصه معاه في الخدمه ووصاني نشد بلاصتو من بعد ما يموت الا ولدو ما رجعش. فعلا في النهار وليله بلا ما نتوقعوا هاد الراجل مات. شديت الخدمه في بلاصتو. طبعا بنيت سميتي في السوق والناس ولات كتعرفني واخا سني صغير. كنت كنجمع الفلوس بزاف حيت عارف ولدو غير رجع شي نهار وهو اولى بالخدمه. بديت كنبني خدمه ديالي بوحدي جنب الخدمه اللي خلاه لي الراجل. في واحد النهار كنت راجع لداري عادي حتى بانوا ليا شي دراري باغيين يتبسلوا عليا، حتى انا كنتعصب بالزربه. بحركه واحده هرست لواحد فيهم دراعو وفتحت لاخر راسو. الولد بدات كتغوت وتبكي وقالت لي انت شيطان. هذه كلمه كبيره ولكن قلت مع راسي قالتها حيت خايفه على ولدها. ولكن من بعد فين ما كتوقع شي مشكله في الحومه كيوليو يعيطوا ليا بهاد السميه. ملي قضيت خدمتي الخاصه جا ولد داك الراجل وطبعا طلب حقه باش يشد الشركه. انا خليت ليه الشركه وركزت في الخدمه ديالي وكنت كندخل منها مزيان. مره عرفت باللي عمي هبط للمغرب ومعاه بنته. فرحت بزاف حيت بنته كانت صديقه الطفوله ديالي وكنت كنبغيها بزاف وحتى هي كانت كتبغيني. هادشي اللي كنت كنفكر ديك الساعه. قررت نمشي صراحه وملي مشيت عندها وقلت لها باللي كنبغيك هي جاوبتني. ياسمين لاحت الكتاب في هاد اللحظه حطت يديها في شعرها والدموع بداو كينزلوا بلا ما تعرف علاش. بدا تفكيرها كيمشي ويجي. واش كيبغيها؟ واش كان غير يخطبها؟ واش داك الشيء علاش جات؟ الدموع كانت كتنزل بوحدها بلا ما تقصد. في هاد اللحظه دخل الشيطان خبات ياسمين الكتاب بالزربه وبدات كتمسح دموعها. ما تاكليش؟ لا، ولكن هو عاقبها باللي كانت كتبكي من اثر الدموع. كنتي كتبكي؟ لا. مالك؟ في هاد اللحظه طرطقات ياسمين بالبكا وبدات كتشهق شهقات عالين وصوت مسموع. فراس تصدم. واش كتبكي بحال هكا؟ حيت سولها واش السؤال كان صعيب لهاد الدرجه. اذا علاش كتبكي؟ قرب منها فراس وجلس حداها بتوتر حيت ما كيعرفش يتصرف في هاد المواقف. مالك؟ ما تبكيش عافاك.
ولكن هي ما سكتاتش. ما عرف ما يدير، غير جرها بجهد وخشاها في حضنه. الدموع ديالها كانت كتهبط بغزاره حتى فزقات ليه القميجه وهي مزيره عليه. بدا كيمسح على شعرها الرطب اللي مطلوق على ظهرها بهدوء وكيهمس ليها بشي كلمات باش تهدن. بدات ياسمين كتهدن بشويه بشويه وخرجت من حضنه وهي كتشوف فيه بعينين حمرين بحال الدم، وجهها اللي ولا حمر بزاف حتى نفها الصغير ولا حمر. وسولته واحد السؤال اللي صدم الشيطان. شنو؟ ياسمين ردت البال باللي راها زلقات في الهضره وقالت شي حاجه غلطه. لا انا غير خمنت هكاك وصافي، يعني فاش جات هي وكذا. سكت الشيطان شي دقايق وهو كيشوف فيها بشك وكيحدي تصرفاتها. خمنتي، ومن بعد هدر بجمود. ما تعوديش تفكري في شي حاجه ما كتعنيكش وما عندكش دخل فيها. سكتت ياسمين باحراج وما جاوباتوش، بينما هو خرج وهو ساهي وكيفكر في شي حاجه. تنهدات ياسمين وزحت دموعها مفقوصه حتى هي براسها ما فاهماش علاش هذا الانهيار كامل. قررت تهبط وتجلس في الجردة شويه باش تشم ريحه الورد وترتاح. لكن في الطريق ديالها تلاقات فاطمه اللي كانت كتشوف فيها مخنزره ومعصبه. يا قلتي لي غطيبي الغدا، اشنو هذاك التخربيق اللي جايبه الكوزينه؟ صافا فاطمه طيبي اللي بغيتي، انا غاده وما طيبيش داكشي اللي جبت. مال هادي عاوتاني؟ جلست ياسمين فوق واحد الكرسي كيتزعلل في القنت ديال الجرده وبدات كتفكر في داكشي كامل اللي كان مكتوب في المذكره ديال الشيطان. ضحكت على راسها ملي كانت كيحسب ليها شي قتال ولا مجرم، ولكن اللي شغل بالها اكثر هو علاش تزوجها الا كان بصح كيبغي امانيا، وعلاش خطفها بزز منها. طبعا هي ما نساتش باللي راها مخطوفه، ولكن ديما كتهرب من مشاكلها وما كتبغيش تبان ضعيفه ولا تنهار قدام شي حد وحتى قدام راسها. ديما كتقلب على شي حاجه تشغلها الا كانت معصبه او شي موقف صعيب. ما قدرتش تكمل المذكره في اللحظه الاخرى، وهذا الشيء زادها تعجب. ولكن اللي صدمها اكثر هو الانهيار ديالها قدامه. هي اللي ديما كتحكم في دموعها وما كتبينهاش. تنهدات مفقوسه من اللي عرفت باللي فراس شافه منهاره، وزاد كمل هذاك السؤال الغريب اللي سولات ليه. قطع عليها التفكير الدخول ديال امانيا اللي جلست في الكرسي اللي مقابل معها وحطت رجل فوق رجل بغرور. ياسمين شافت فيها بضيق واحتقار حيت ما كتحملهاش بسبب داك الشيء اللي دار باباها. ناضت بغات تمشي هي تقول لها علاش غاده؟ واش ما حاملاش جلسي معايا؟ ما حاملاش نجلس معاك. امانيا شافت فيها بغضب ولكن خباتو. شعلت كارو هضرات. قولي لي طيحتي الشيطان؟ ياسمين شافت فيها بتعجب وشيرات لراسها. انا طيحت الشيطان؟ فين طيحته؟ فين طيحتيه؟ شحال مكلخه. وكملت وهي كتطلع وتهبط باحتقار. اكيد الشيطان ما غيشوفش في برهوشه بحالك. ياسمين شافت فيها ولكن ابتسمت باستفزاز وربعت يديها. ماشي سوقك، المهم هو في الاخر شاف فيا انا وما شافش فيك انتي. قلتها لها بنفس النظره ديال الاحتقار اللي شافت بها امانيا. امانيا تأفات وقالت لها ما تقارنيش راسك بيا حيت اكيد انا اللي غنكون رابحه. ياسمين بابتسامه صدمات امانيا. انا اكيد ما غنقارنش راسي بيك حيت انا احسن منك ب1000 مره. في الشركه القيصر كان جالس في اجتماع هو والشيطان. قطع هذا الاجتماع التليفون ديال القيصر اللي صونا، شاف في النمره وجاوب بزربه ملهوف. شنو كاين؟ كلشي بخير؟ سكت كيسمع الجواب ديال الطرف الاخر. في ثواني جمع القيصر وراقي وحوايجو وخرج كيطار من البيرو وبزربه بلا ما يشرح لهم والو. في القصر ديال الشيطان دخل مازن وهو كيدور عينيه كيقلب على ياسمين. بانت ليه فاطمه ومشى عندها كيسولها واش ما شفتيش ياسمين؟ فاطمه بقات كتشوف فيه شحال وكتركز في عينيه باش تفكر فين شافت هاد الوجه حتى تفكرات. انت خوها ياك؟ راها الفوق، انا غنعيط ليها. من بعد دقائق هبطت ياسمين كطير حتى كانت غطيح ونقزت عنقات خوها اللي كيضحك عليها. الحيوان علاش ما كتجيش تشوفني؟ هاد اللسان طويل ديالك غنتحاسب معاه. المهم كي دايره؟ الحمد لله. قطع هضرتهم التليفون ديال مازن اللي صونا. جاوب بهدوء ولكن فجأة قفز من بلاصتو بالخلعة. ياسمين قالت ليه اش واقع؟ ما جاوبهاش. خرج كيجري بالزربه كيطير للزنقه. تبعاتو ياسمين كتجري موراه. مازن تسنى. لحقات عليه بالزربه
وركبت حدا في الطوموبيل باش تفهم شنو واقع عليه وشنو هاد الخلعه. في هاد اللحظه كان يلاه داخل فراس اللي كان كيحاول يصوني القيصر باش يعرف علاش خرج فجاه من الاجتماع. شاف ياسمين كتجري مورا شي حد وركبت معاه وتصدم. ديما طوموبيلته حتى هو وبدا تابع الطوموبيل ديال مازن. وقفت الطوموبيل ديال مازن قدام السبيطار اللي فيه نادا، وياسمين قلبها تصير بالخلعه. نزل مازن كيجري للسبيطار وياسمين تبعاه بالزربه، واخا كانت خايفه تحط رجليها في السبيطار. دخلات وتاكدت المخاوف ديالها. القيصر كان حيد داك القناع ديال الجمود ووجهه باين فيه الخلعه والقلق، ومازن واقف قدام البيت ديال نادا مخلوع والدكاتره داخلين خارجين. كانت ياسمين قد طاح الارض، ولكن لقات لي شدها. دارت لقاتو فراس اللي شاف فيها شوفه حاده حيت خرجت بلا خبارو. جلس في واحد الكرسي حداه ومشى عند صاحبو القيصر اللي كان كيمشي ويجيب القلق في السبيطار. دازت كتر من نص ساعه والدكتور الرئيسي مازال ما خرج، واخيرا تحل الباب. كلشي قفز في بلاصتو وياسمين ناضت كطير. مالها نادا؟ الدكتور ميت بالعيا والعرق كيهبط منه بغزاره. ما نقدرش نفيدكم للاسف، ولكن راه حالته خطيره بزاف. هادشي من غير النزيف اللي جاها وضغط الدم طاح. قيصر بلهفه قال ليه ولكن انت قلتي لي القرطاسه جات غير في الكتف، راه ماشي سهله كيف ما كتحسابوا. واخا تكون طلقه في الدراع ولا الكتف ولا الفخذ راه كافيه باش تصفيها المريض وما تخليهش عايش. فجاه سمعوا كاملين صوت ديال الطيحه. داروا لقاو ياسمين طايحه في الارض وغايبه عن الوعي. اقرب واحد ليها كان هو خوها مازن، هزها بالزربه. الشيطان شاف فيه بواحد الشوفه ديال الغضب ولكن خباها مورا الجمود ديالو. مازن عطاها لواحد الممرضه داتها لواحد البيت باش تفحصها. ما تخافوا عليها والو، راه غير الطونسيو طاح ليها وصافي، شويه وتفيق. فجاه ناضت واحد الروينه في السبيطار والدكاتره داخلين خارجين البيت ديال نادا بحال النحل. كلشي كيشوف في زيدان اللي يلاه وصل كيجري من اللي يسمع الخبار حيت كان مشى ياكل في شريطو. اما القيصر فكان عقله كله مع نادا في هاد اللحظه. داز الساعه كامله هما في داك القلق والتوتر حتى خرج الدكتور اخيرا وهو كيبتسم وخا باين فيه العيا. الحمد لله المريضه فاقت اخيرا من الغيبوبه، غير هو جاتها واحد الازمه صعيبه وقدرنا نعتقوها الحمد لله. دابا غنقلوها البيت عادي حتى تفيق على خاطرها. القيصر تنهد واحد تنهيده قويه ديال الراحه، اما زيدان فكان كيفكر في شي حاجه اخرى. بعد ساعات فاقت ياسمين وفرحت بزاف ملي عرفت باللي نادا خرجت من الغيبوبه. زيدان شكر القيصر حيت وقف معاه في هاد الظروف الصعيبه. القيصر سد عينيه بالقرف حيت غير كيشوف وجهه ولا يسمع صوته كيجيه الردان، ولكن كالعاده خبى هادشي وبقى محافظ على البرود ديالو. اما فراس جر ياسمين من يديها بالجهد وخرج بها من السبيطار بلا ما يهضر مع حتى شي واحد. شنو هاد قله الصواب؟ واش ما كتقدرش تقول بسلامه عليكم ولا سمحوا لي؟ سكتي، واش ما غتحبسيش من هاد اللعب ديال الدراري الصغار؟ اشنو درت عاوتاني؟ كيفاش تخرجي بلا ما تاخدي اذن ديالي؟ خويا جاتو شي مكالمه خلعاتو، واش ما نمشيش موراه نعرف شنو واقع؟ يقدر يكون بابا ولا ماما وقع عليهم شي حاجه. نقصي من صوتك. سكتات ياسمين وركبات في الطوموبيل وهي معصبه وكتنقرب شي كلمات ديال الغديد. سدي داك الفم راني واصل للحد ديالي. شوف فراس غندير واحد الاتفاق. لا واش سمعتيني بعدا علاش بغيت نتفق معاك؟ سكتي ولا غنوقف في شي قنت ونلوحك وراه نقدر نديرها. ياسمين شافت بالخلعه في هاد الطريق المظلمه اللي ما فيها حتى شي واحد. علاش دزتي من هاد الطريق بعدا؟ سوقك انا كنعرف هاد الطريق. وقفت الطوموبيل قدام القصر. نزل الشيطان وياسمين. ما بغيتش مشاكل قدام امانيا، وقت النعاس تسنايا حتى تدخل البيصه وعاد سيري لبيتك وشوفهم، وهاد المره راك تفكيتي من العقاب غير بسببها. ياسمين شافت فيه بغيض وما جاوباتوش. دخلوا بجوج القصر بالسكات. ياسمين كتفكر شنو غتلقى في هذيك المذكره العجيبه، وفراس كالعاده حتى حد ما كيعرف شنو كيدور في دماغه. ملي دخلوا للجرده بانت ليهم واحد البنت جالسه بين في العشرينات من عمرها. واش هادي حتى هي بنت عمك؟ واش ولاد عمك كاملين بنات؟ الشيطان قال باستغراب شكون هادي؟ ياسمين شيرات ليه بعينيها وفراس شاف ديك البنت وتصدم. ريما اش كدير هادي في هاد الوقت؟
خلى فراس ياسمين ومشى جهه هاد البنت اللي سميتها ريما، وياسمين تبعاتو حيت الفضول غيقتلها باش تعرف شكون هادي. اشنو كديري هنا؟ ياسمين تصدمات من هاد الطريقه القاصحه في الهضره. اهلا، مراد غابر هادي مده وما عرفنا عليه والو، وما قال جدتي حتى شي حاجه. مشيت للشركه وما لقيتوش، داكشي باش جيت لهنا، قلت غتكون عارف البلاصه ديالو. واخا تسناي دقيقه ندير مكالمه ونجي. مشى الشيطان يدير التليفون ديالو، وياسمين دارت عند ريما بابتسامه ومدات يديها باش تسلم. اهلا، انا ياسمين. متشرفين، انا ريما. اكيد انتي غتكوني في عمري ياك؟ عمرك 16؟ ويلي واش انا باقا صغيره لهاد الدرجه؟ المهم راك قربتي شويه. ريما كتضحك وقالت لها الصراحه باين عليك صغيره. اذا شحال عندك؟ عندي 18 عام وداخله في 19. وانتي؟ انا 22. اش كيشيك هاد مراد؟ ريما بتعجب قالت لها منين كتعرفيه انتي؟ واش ماشي هذا هو اللي غيخطب نادا؟ ريما بصدمه قالت لها مراد غيخطب؟ وشكون هاد نادا عاوتاني؟ المهم شنو كيجيك هاد مراد؟ خويا. ياسمين حركت راسها وسكتات. جا فراس من بعد ما سهل التليفون وهضر بنفس الحده اللي مولف يهضر بها مع الناس. مراد جاي من دابا شويه يديك. واخا غنتسناه، الا بغيتي تقدري تجي تجلسي معايا في بيتي شويه. شكرا حبيبه، غنتسنى مراد غير هنا، اكيد ما غيتعطلش. واخا انا غندخل دابا حيت عيانه وما غنقدرش نجلس معاك. دخلت ياسمين القصر من بعد ما ودعت ريما، ولقات فراس واقف قدام واحد الشخص باين ليها بحال الا ما شفتش وجهه من قبل. فراس بملامح محصبه ولكن نبره هاديه شي شويه. روبن، مادام جيتي انت واختك لهنا ما بغيتكمش تحتكوا بحتى شي واحد من اهل هاد الدار، يعني غنعيشوا في نفس الدار ولكن انت واختك في واحد العالم بعيد علينا. روبن هو خو امانيا، جا هو وامه والله اعلم لاش كيخطو. روبن قال لي غير باش تعرف حنا راه ولاد العم، يعني الا هضرتي معانا بطريقه احسن تقدر علاقتنا قاطعوا الشيطان ملي شي اللي بيدو بمعنى سكت بلا ما تزيد حتى شي هضره. ومشى وخلاه. ياسمين مشات لبيتو وهي كضرب كف بكف ومصدومه. شات العائله المخلطه اللي ما فهمت فيها والو. جلست ربعت رجليها وحطت يديها على راسها كتفكر. اللي غيصطيني هو كيفاش كتب باللي راهم جابوا ليه وراق كيتبتوا باللي جدو كان مسيني باش ما يخليش الورث لباهم، وديك الخانزه مولات العينين الملونين كتقول باللي هذه دارها ومن حقها تجي امتى بغات. وها ولد عمو حتى هو جا وكيستقبلهم بهذه الطريقه. تنهدات ياسمين بكسل وهي كتشوف ديك المذكره اللي محطوطه بعيد عليها. في الاخر تنهدات وجابتها حلت الصفحه اللي وقفات فيها وبدات كتقرا وملامحها خايفه. ملي اعترف في البنت عمو كمل في المذكره وقال ولكن ردات عليا بشي هضره مازال كتردد في ودني حتى لدابا. كانت اكبر اهانه حسيت بها في حياتي. قالت لي شحال هادي كنتي عايش معانا وكنتي غني، ولكن دابا انا اكيد ما غنهبطش من مستوايا ومستوى عائلتي باش ارتبط بواحد قل مني وخدام في ريستويات وكيدير شي حوايج اللي انا رجلي تقرفت تحط فيهم. وشافت فيه واحد الشوفه ديال التقزز والاحتقار عمري ما نسيتها. ولكن مع الوقت اكتشفت باللي انا اصلا عمري كاع ما بغيتها، حيت ما كنتش كنتوحشها فاش كانت كتسافر ولا في دوك السنين اللي بعدنا فيهم. هذاك كان غير اعجاب ديال الشباب وصافي، حيت هي بنت زوينه، ولكن عمره ما كان حب. داكشي باش الهضره ديالها كانت صدمه بالنسبه ليا، ماشي حيت كنبغيها وتجرحت، ولكن حيت ديك الهضره كانت اهانه كبيره ما يتقبلها حتى شي راجل. صعيب تكون معجب بشي حد وهو يشوفك ناقص ويحسك بالنقص. ومن هنا بدا المشوار ديالي. كنت خدام وشاد وقتي، ولكن الحاجه الخايبه اللي كانت فيا هي العصبيه ديالي اللي ما كنتش كنقدر نسيطر عليها فاش كنتعصب. وهذا الشيء دار ليا مشكل في الحومه وكلشي كان كينتقدني عليها. من بعد خدمتي بدات كتكبر بشويه بشويه، بديت كنربح مزيان، واول حاجه درت هي رحلت من ديك الحومه باش ما يبقى حتى شي حد يبرزطني، حيت بالنسبه ليهم انا وحش ولا شيطان بسبب دوك المشاكل اللي كنت كندير. ولكن ما تسوقتش. في واحد النهار جاتني صفقه مع وفد فرنسي كان باغي يدير سياح عندي مقابل مبلغ صحيح. هاد العرض كان زوين، ومن بعده بداو كيجيو عندي الناس بزاف حيت سميتو في السوق ولات معروفه.
الخدمة بدات كطير، وقررت نبني مقر صغير وعاوني مورا دباه، ومن تما بدات الرحلة ديالي. تنهدات ياسمين وهي كترجع اللور وبابتسامة عريضة شقات وجهها. ارتاحت بزاف ملي عرفت بلي الشيطان ما كيحس بوالو تجاه امانيا، ولكن ملامحها تبدلات ورجعت مقلقه فاش تفكرات الرد القاسي ديال امانيا اللي كيجرح اي انسان. بدات كتفكر يا ترى شنو هي المفاجات اللي غتلقاها هاد النهار في المذكره الجديده. تنهدات بضيق بغات تعرف شنو هي الرحله اللي غيبداها. شفت في الكتاب وبغات تهزو، ولكن استغربات حيت كان كبير وضخم ماشي بحال الكتب الاخرين اللي كانوا صغار. حلات واستغربت من التاريخ، وفرحات بزاف ملي عرفت باللي كيسالي المذكرات ديالو بنفس التاريخ ديال كل عام. قالت مع راسها وقيلا هذا هو السبب علاش تخطفات، حيت هاد التاريخ داز هادي 2 سيمانات وهي كاينه هادي شهر، يقدر يكون ذكر شي حاجه عليها هنا. بدات كتقرب حماس. قفلت 30 عام، دابا ما بقيتش في راس، وليت الشيطان. هذاك اللقب اللي عطوني الناس شي مرات كنحس باللي هذا اللقب كينطبق عليا، وشي مرات كنحس باللي ما كنستاهلوش، ولكن دابا وليت شخص كيترعبوا منه الناس من الصغير للكبير. دابا بلاص ما كنتش داك الدري اللي خدام في الريستويات وكيخدم الناس، ولات الناس هي اللي كتخدمني. دابا الشركات ديالي راها الرابعه عالميا، وهذه حاجه كتفرحني حيت تبت للكل باللي انا ماشي ضعيف وكنقدر نحقق احلامي كامله. بدات الرحله ديال الانتقام ملي كان في عمري 20 عام. جمعت كاع المعلومات على خالي اللي هو فريد الحسيني. كانت صدمه بالنسبه لي ملي عرفت باللي هو رجل مافيا، ولكن حتى لدابا حتى شي حد ما قدر يشد عليه شي حاجه، حيت في الوقت اللي انا كنت كنكبر وكنطلع حتى هو كان كيطلع في المجال ديال المافيا، وكل ما كيطلع كتصعب القضيه باش ما يتحطش في الخطر بسبب رجال الملك. ولكن هذا الشيء ما كانش في بالي حتى لدابا. كنحاول نجمع اكبر قدر من المعلومات عليه، ولكن هو ما مخلي حتى شي دليل على هاد الاعمال ديالو. ملي كبروا الشركات ديالي ولاو كيتنافسوا مع شركاته، هو حاول يطيح السمعه ديال الشركه شحال من مره، ولكن طبعا كنا كنعرفوا كل شيء قبل ما ينفذ الخطه ديالو. عمي كان مفقوس هو وخالي، حيت من بعد سنين بلاصه داك البيرو الصغير تبنات شركه كبيره طيحت كاع الشركات اللي كبر منها، والناس كاملين ولاو باغيين يديروا عقود معايا. ما نكرش المساعده ديال مراد دباه، الله يرحمه، توفى ملي كان في عمري 23 عام. عاونوني بزاف لدرجه خدموني في الشركه ديالهم في الصباح وكانوا كيعطيوني العشيه باش نقابل خدمتي الخاصه. ملي كبروا الشركات ديالي الرغبه ديال الانتقام زادت ومازال كاينه حتى لدابا. خطه التخلص من فريد موجوده، وخصوصا انني خديت واحد الخطه صعيبه وقويه بزاف باش نتخلص منه، وهاد الخطوه خطيره بزاف على حياتي، تقدر تساليها في اي وقت. وهاد الخطوه هي اللي عطاتني اللقب ديال الشيطان. ملي كان في عمري 22 عام ما كانوش شركات كبار، ولكن الخدمه فيها ولات مزيانه وكتكفي بلا ما نزيد شي خدمه اخرى. واحد النهار جا عندي ولد عمي روبن، كانت بيني وبينه عداوه من شحال هادي، ما كانش كنشوفوه بزاف، ولكن فيما كيجي كان ضروري توقع شي مضاربه، وشي مرات كتكبر لدرجه واحد المره راسي تفتح بسبب التهور ديالو. ديك الساعه كان كيحسب لي غير اللعب وتهور ديال الدراري الصغار. كنا قد عندنا 12 عام، ولكن تصدمت فجأة وقال لي واحد الهضره: ما تفكرش في شي نهار باللي غتولي شي حاجه، حيت انت حتى حاجه وعمرك ما غتكون شي حاجه، انت غتبقى قل منا كاملين. هاد الهضره كانت كبيره بزاف وزادت من الاصرار ديالي باش نولي شي حاجه كبر. ملي كبرات الشركه وبدات كتدخل الفلوس شريت دار كبيره بلاصه ديك اللي كنت عايش فيها، غير باش نثبت لي باللي الهضره ديالو هي اللي ما عندها قيمه. شريت فيلا في شي بلاصه راقيه بزاف. سالت ياسمين 5 ديال الوراق كاملين من هاد الكتاب وهي كتحس بالضيق والفقصه من هاد فريد الحسيني وروبن وامانيا، كتحس بالتقزز منهم كاملين. تنهدات بضيق وقلبت الصفحه باش توصل لنص الكتاب، حيت خمنات باللي هو دابا شرح كيفاش خدا لقب الشيطان وكبر خدمته، وباغا تعرف دابا شنو دار من بعد ومعلومات عليها هي. من بعد قررت نشتري اكثر حاجه كانت عزيزه على بابا، وهي انني نرجع الدار ديال جدي، الدار اللي دوز فيها بابا طفولته وشبابه وكل حاجه كتخص الماضي ديالو. ملي مشيت كانوا عمامي موافقين، ولكن رافضين يبيعوا الدار كامله، يعني غيعطيوني غير النصيب ديال بابا في دار جدي.
طبعا مقابل الفلوس. حاولوا يتقربوا مني بزاف ويديروا معايا صفقات. الفتره اللي شريت فيها الدار كانوا هما برا المغرب، وانا كنت كنطيح الشركات ديالهم وحده مورا الاخرى. داكشي علاش اضطروا يبقاو برا بسبب الخسائر اللي طرات هنا. تنازلوا على شركاتهم في المغرب بسبب الخسائر والديون اللي تراكمات عليهم، والاملاك ديالهم تعرضات للمزاد العلني من غير داكشي اللي على برا. ودابا مازال ما وصلتش الهدف ديالي اللي هو الانتقام من فريد الحسيني. قلبات ياسمين شي وراق اخرين ولكن لقاتهم خاويين. يلا بغات تحط الكتاب، لمحت واحد الصفحه فيها سطوره. يلا بغات تقراهم وهي تقفز من اللي تحل الباب. فجاه كانت فاطمه. خبات ياسمين الكتاب مورا ظهرها بالزربه قبل ما يشوفوا شي حد. اشنو كاينه فاطمه؟ واش ما كايناش الخصوصيه؟ المفروض دقي في الباب. سمحي لي يا بنتي. عاد نادى في السبيطار. الدكتور قال لها واش انتي مزيانه الانسه ندى؟ ان شاء الله قريب غتخرجي. هادشي قالوا الدكتور بابتسامه لندى من بعد ما فحصها. شكرا دكتور، الله يحفظك. قولي لي الانسه ندى، اشنو وقع لك حتى كليتي قرطاسه بحال هكا؟ علاش؟ واش باغي تصاحب معاها ولا شنو؟ كانوا هادو الكلمات ديال القيصر اللي يلاه دخل. الدكتور باحراج قال لا ما كنقصدش، غير على وديت البوليس من اللي يجيو يحقوا معاها. ندى هزات عينيها خايفه وسرطات ريقها. واخا شكرا، سير في حالك برا. ساليت سيدي، انا غادي. ندى شافت في القيصر مخنزره. اش هاد الطريقه باش كتهضر؟ راك كطردو عين باين. وانتي سوقك عندك شي مشكل؟ لا ما عنديش. وشنو اللي جابك هنا اصلا؟ بغيت. انت راك كمليها وتفرجي شنو غيوقع لك. ندى شافت فيه بالخلعه وسكتات. قطع هضرتو من الدخول ديال زيدان. فين كنتي؟ زيدان قال لي مشيت نجيب شي حاجه. تأفف القيصر بالجهد ودور وجهه جهه ندى. البوليس جايين، شنو غتقولي لهم؟ ما شفت والو وما عقلش حتى شكون هذا اللي ضرب عليا القرطاسه. حرك لها القيصر راسو بهدوء ومشى جلس في واحد الفوطوي في القنت ديال البيت. نرجع عند ياسمين اللي ما قدرش تقاوم الفضول ديالها هاد المره. هزت الكتاب وبدات كتقرا. ملي كان في عمري 25 عام، يعني هادي شي 5 سنين، عجبتني واحد البنت تلاقيت معاها في شي ريستو. تلاقينا شحال من مره وقررنا نتخطبوا. بصح تخطبنا وبقينا مخطوبين شي 7 شهور، ولكن من بعد ولات كتسول بزاف، وخصوصا في داكشي ديال الخدمه. داكشي علاش باش شكيت فيها. فاش قلبت وراها عرفت باللي هي غير جاسوسه ديال فريد الحسيني، وهو اللي صيفطها ليا. ملي فرشتها غبرات وما بقات حتى شي حد عارف طريقها حتى لدابا. هذه 3 سنين وما عرفنا عليها حتى شي خبر. ياسمين تنهدات وقالت اشحال من وحده عجبتك السفيراس اللي شافها بسم الله. قلبات ياسمين شي صفحات حتى قفزات ملي طاحت عينيها على هاد الجمله. هاد النهار كنت غادي للشركه وللاسف وقفت بيا الطوموبيل في حد ستاسيون، ومشى الشيفور يجيب باش يصوب الرويضه اللي تفشات. نزلت نجيب شي حاجه نشربها وتما تلاقيت اول بنت زعمات تحداني وتهز عليا يديها. كانت برهوجه عندها شي 18 عام تقريبا. صيفط باش يجيبوا لي كاع المعلومات عليها، ولكن تراجعت على فكره الانتقام ملي شفت صغر سنها. ملي كنت جالس مع مراد تفاجأت ملي جا سعيد وسولني عليها. استغربت في الموضوع، ولكن ملي عرفت القصه تصدمت، خصوصا ملي عرفت باللي كيسول على نفس سميتها اللي هي ياسمين محمد. ياسمين بواحد الابتسامه بلهاء. ويلي واش الناس كيسولوا عليا وكيجيبوا معلوماتي؟ وليت مشهوره. علاش كان كيسول عليا؟ انا حاسه باللي هذه ماشي مذكره، هذه راه روايه وكتقطع العقدات المشوقه. انا هبط دابا نشوف شكاين. هبطت ياسمين لتحت ولقات امانيا وامها تيريزا واقفين قدام الشيطان. تيريزا بابتسامه قالت اهلا فراس، توحشناك بزاف. ياسمين بدات كتنز عليها وكتهضر مع تيريزا بالعربيه وكتضحك على التعابير ديال وجهها وهي ما فاهمه والو. خلاتهم ومشات عند فاطمه. كانت مستمتعه بهذا الشيء اللي كدير. بغات تخرج للجرده ولكن ضربات في الشيطان اللي كان يلاه داخل وشدها قبل ما تطيح. ياسمين بدات كتضحك بالجهد. بدا كيشوف فيها باستغراب وقالت ليه درنا بحال المسلسلات، انا نبغي نطيح وانت تشدني ونبداو نشوفوا في بعضياتنا ويكون حب من اول نظره.
فراس دور عينيه بضيق من هاد التفكير ديالها. الا بغى يخرج وهو يسمع الهضره ديال ياسمين بحال الا كتهضر مع راسها. ما عرفت امتى غيجي هاد النهار ويضرب فيا شي تيتيز. الله، الشيطان دار عنده وقال لها الا بغيتي نعاودوها هانيه. شنو نعاودو؟ الضربه ونشوفوا في بعضياتنا. لا ماشي انت، انا غنسافر لمده شهر. ياسمين هزات عينيها مصدومه كتحاول تستوعب الهضره ديالو. كيفاش تسافر وتخليني هنا بوحدي مع دوك الجوج الحربايات؟ هما اصلا كيحاولوا يتخلصوا مني. يتخلصوا منك؟ زعما انا غير حسيت بهذا الشيء وصافي. سكت فراس شي دقيق كيفكر. ياسمين قالت ليه رجعني لدارنا، والله ما نجلس مع دوك اللفعات. تهدني خليني نفكر. الا خليتيني هنا غنهرب من هاد الدار، الا درتيها غترجعي جثه. اشنو غدير كاع؟ شافها الشيطان شي ثواني وما جاوبهاش ومشى قاصد بيتو. شفت في ياسمين بغيد وهي كتزير على سنانها بالغديد وطلعت لبيتها بضيق. حسيت بالعيا بزاف ومشات دوشات وتلاحت باش تنعس. عند نادا سالت جميع الحوايج ديالها بمساعدة ريما اللي جابها مراد باش تعرف على نادا تحت إصرار منها. شكرا، سميتي ريما؟ نقص زيدان بابا نادا. السي مراد، علاش ما تجيش انت والانسه تغداو معنا هاد النهار؟ مرحبا بكم. القيصر يلا بغى يرفض وهو يشوف في نادا كتشير ليه براسه زعما لا ما تجيش. القيصر بخبت قال اكيد غنجي نتغدى معكم هاد النهار ونطمئن على نادا حتى هي. نادا شافت فيه بطرف عينيها مفقوصه. ايوا يلا نمشيو حيت تعطلنا. زيدان حرك ليها راسو وسندها باش يمشيو للطوموبيل ديال القيصر. في الليل دخل فراس لبيت ياسمين بالسكات باش يفيقها. عيط عليها شحال من مره ولكن ما جاوباتوش. غوت بصوت طالع شويه والو. كانت ناعسه وغارقه في نعاسه وما كتسمع حتى شي حاجه. تفاها على غفله من فوق الناموسيه حتى طاحت الارض. واش كاين شي حد كيفيق بنادم بحال هكا؟ اش هاد الكلاخ؟ نقصي من صوتك، نوضي لبسي دابا وجمع حوايجك في شي صاك يلا. لا ما تقولش لي غتاخذني معاك نسافروا. كملات بتكبر وقالت ليه لا انا ما كنمشي مع حتى شي واحد. سدي داك الفم ونوضي جمع حوايجك. ايوا فين غادي فيا في هاد الليل؟ سربينا. ياسمين حركات لي راسها بضيق وناضت كتجمع حوايجها. ياسمين جمعت حوايجها في واحد الصاك كبير شويه ومشات للجرده فين كيتسناها الشيطان. يلا اني وجدت. الشيطان طلع وهبطها وهز الصاك من عندها وشير لها باش تتبعو. ياسمين كانت كتجري باش تلحق على الخطوات السريعه ديالو. فراس، واش ما ناويش تحيد منك هاد الحركات ديال الصم والبكم وتهضر بحالك بحال الناس؟ ما جاوبهاش كالعاده وتأفات بضيق. ركبات حداه وانطلقت الطوموبيل لشي بلاصه مجهوله. ياسمين بقات حاضيه الطريق باهتمام حيت خرجوا من ديك البلاصه الراقيه اللي كيبان عليها الغنى ودخلوا لشي حومه شعبيه ناقصه بزاف. ديورها قدام ومكرفسين، الناس كيبيعوا الخضره والروايح خايبه طالعه ديال اللحم والدجاج. وقفت الطوموبيل قدام واحد الدار صغيره. نزل فراس ونزلت ياسمين موراه. بقات كتشوف ديك البلاصه وكتحاول تخمن تين من هاد الدار. فراس وقف حداها كيشوف في الدار بواحد النظره مختلفه على النظرات ديالو القاسيه ولا الغامضه. نظره فيها شوق والم، نظره ما عرفتش ياسمين تفسرها. دخل فراس وتبعاتو ياسمين. طلعوا في الدروج اللي كانوا قدام ومكرفسين حل الباب ديال الخشب اللي كان عامر غبره ومكرفس. دخلوا وياسمين بقات كتشوف كل ركن. الاساس كان قديم بزاف وموسخ، بين باللي هذه السنين وما تفتحش هذا الباب. فراس قام مسمر في بلاصتو قدام الباب مزير على يديه وكيشوف في الدار بألم. تبقاي هنا هاد الشهر؟ واش بوحدي؟ اي حاجه بغيتيها طلبيها من الحراس اللي غيكونوا واقفين في الباب. وخلاها ومشى بلا ما يزيد حتى شي كلمه اخرى. ياسمين بقات كتشوف البلاصه اللي مشى ليها بدهشه ولكن ما تسوقاتش ومشات تستكشف هاد الدار الصغيره. لقات جوج بيوتا بيبانهم بويض ولكن مكرفسين. حلات البيت الاول لقاتو بيت متوسط وفيه ناموسيه خمنات باللي ديال شي جوج مزوجين. مشات البلاكار لقات فيه شي حوايج ديال شي مرا كبيره في العمر وشي حوايج ديال شي راجل غليظ شويه. مشات البيت الثاني كان صغير بزاف فيه ناموسيه صغيره
وبلاكار باب واحد. حلت البلاكار ولقات حوايج ديال شي شاب في العشرينات. خمنت باللي راها ديال فراس، شمات ريحتها اللي طغات عليها الغبره ورداتها للبلاكار. لقات كلشي مكرفس. قفزات بالخلعه ملي سمعت الدقان في الباب. يحسب لها فراس رجع. مشات كطير حلات الباب ولقاتو دوك الحراس اللي جابوها كانوا هازين ميكات وفيهم تقضيه. خلاتهم يدخلوا يحطوا داكشي في الارض وخرجوا. من بعد قالوا لها باللي اي حاجه بغاتها تعيط لهم. واش هذه هي الدار القديمه ديال فراس؟ عند نادا. سالاو العشاء ديالهم والقيصر خدا ريما باش يمشيو، ولكن قبل ما يخرج غمز للنادا اللي شافت فيه بغضب وحشمه في نفس الوقت، حيت طول الجلسه وهو كيطنز عليها ويقول لها كلام كيحشمها. غادي نجي عندك زيدان باش نحدوا الموعد ديال العرس. نادا سدات عينيها ومشات لبيتها مفقوسه منه. القيصر كف طوموبيلته هو وريما وديما راه غادي للقصر. ريما بابتسامه قالت ليه كتبغيها ياك؟ القيصر اللي كان كيصفر باستمتاع بدلها الابتسامه وكملت الصفر وهو كيتفكر اول مره شاف فيها نادا. عند فراس كان جالس في البلاصه المفضله ديالو، متكي راسو بالتعب على الكرسي ديال الطوموبيل. ما عرفش المصير ديال هاد الرحله المشؤومه اللي بعدها. هو باغي غير يخبي ياسمين في شي بلاصه اللي ما يعرفها حتى شي حد، حيت الوجود ديال تريزا وبنتها وروبن ماشي عادي. هو عارف علاش جات امانيا، وديك الهضره اللي قالت لي ياسمين خلاتو يشك باللي راهم باغيين يتخلصوا منها بصح. تنهد بضيق وجبد التليفون ديالو صونا لشي واحد. عينك متحيدش على روبن. ياسمين كانت كتشوف هاد الروينه ديال الدار، سمرات على كمامها وهزات شيفون وبدات كتمسح في الغبره اللي غطات الفوطويات وكتشطف في الارض وتسيقها. بدلات لي زارات ديال الناموسيه وخملات الكوزينه وقادات الماعن. سالات ياسمين تخمال وهي كتنهج وتلاحت على الفوطاي بالعيا. اوف الله يخطفك الحق فراس، كون غير جبتي شي وحده تخمل هاد الروينه. ثمر تأفات بضيق وناضت لواحد التلفازه قديمه بزاف. شعلاتها وبدات كتقلب على شي قناه حتى لقات برنامج ديال الطياب. حتى نحسات فوق الفوتوي الغد ليه في الدرب اللي جالسه فيه ياسمين. الطوموبيل ديال فراس دخلت في ديك اللحظه والدرب كامل سكت بالخلعه ملي نزل الشيطان. استغرب بزاف ملي لقى واحد التجمع في الدرب وسمع صوت كيعرفو مزيان كيغوت. شاف هاد المنظر واحد البنت طايحه في الارض كتركل وياسمين فوق منها كتعطيها بالسبان والعصا. الشيطان دخل في البلاصه، جر ياسمين بغضب من فوق البنت اللي ناضت كتنهج وكتوجع. اشنو واقع هنا؟ واحد المرا قالت ما عرفناش سيدي، هاد البنت من الصباح حنا كنسمعوها كتغوت من الشرجم. فراس شاف في ياسمين بحده وهي بدات كتدور في عينيها في السما وكتصفر. الشيطان جرها لداخل ديال الدار وطلعها في الدروج وهو شادها. كيفاش تخرجي بلا ما تاخدي اذني؟ انت ما كنتيش وانا كنت باغا غير نكتشف البلاصه، ومن بعد علاش جريتيني؟ كنت باغي نكمل الصرخه على ديك خيتنا. الشيطان بدا كيضحك. فين باقا باغا تضربيها؟ راه كنتي غتقتليها كاع. ياسمين شافت فيه ببالها ومصدومه. واش دابا ضحكتي؟ الشيطان خرج من داك الوجه الخشبي ديالو وضحك لينا. ولكن ضحكتك زوينه. صديها. واش كاين شي حد يشوف هاد العينين الزرقين وما يتسطاش؟ الشيطان حرك راسو بيأس منها ومشى جلس فوق الفوطي وهو كيدور عينيه في الدار. مزيان نقيتيها؟ بعدا من نيتك مخليها ليا حالته ومكرفسه، كون جبتي ليا غير شي مرة. المهم انا جبت لك هاد الظرف كان وصلك. الظرف ديالاش؟ من المدرسه ديالك، النتيجه ديال البكالوريا. شنو؟ لا بلا ما تحلها، انا غنحلها من يكون بوحدي. ما داهاش فيها، حل الجوا وجبد من واحد الورقه شاف فيها وملامح وجهه تحولوا لحده بالعاني. شنو هاد النقطه ديال الزفت؟ هادي نقطه ديال البكالوريا. ياسمين قربت منه كتهضر بصوت باغا تبكي. لا ما تقولهاش، راه ما خلاونيش ندخل النقله. واش كتدخلي النقله الامتحان؟ لا غير ديك المره وصافي. وريني نشوف. نطرات منه الورقه بالزربه وملامحها تحولوا للصدمه. قبل ما تبدا تنقص فوق الفوتاي وهي كتغوت بالجهد. ياس نجحت. طارت كتعنق الشيطان بالفرحه هو وساعو عينيه بالصدمه وهي باقا كتغوت بالفرحه. من بعد استوعبت شنو دارت، بغات تبعد باحراج ولكن غوتات ملي وحلات الطانكه ديالها في القميجه ديالو.
بدات كتحاول تجرها بالجهد. تهدني، غير تهدني. فك هو الطانقه بشويه. ما كانش قاصده، زعما انا ما عرفتش. الشيطان ما بغاش يحرجها اكثر وهدر بهدوء. مبروك. ابتسمت لي ياسمين بتوتر. على فكره انا راه كاع ما نقلت، هذا راه مجهودي والله. واش ماشي يلا قلتي نقلتي؟ راه واخا نقول، راه ماشي غنقول في المواد كاملين. وما شفتيش شحال جبت؟ راه انت اللي بديتي كتضحك عليا في الاول كيحسب ليا سقطت. المهم انا غنسافر بعد غدا. ياسمين هبطت راسها بحزن وقالت ليه الله يديك ويجيبك على خير. فراس حرك لها راسو بهدوء. واش ما مطيباش الماكله هاد النهار؟ فيا الجوع. صيبت واحد الكغاطا كتجيني واعره. ايوا ذوقيني. شفت فيا ياسمين بفرحه ومشات كطال الكوزينه، اما هو فبقى كيشوف جهه الكوزينه وهو ساهي. عند ندى اللي حتى هي جابت مزيان في النتيجه ونجحت في الباك، مشات نيشان تقدى فرحانه بالنجاح ديالها. يلا بغات تدخل لواحد المحل، وقفت الطوموبيل قدامها مباشره وقطعت عليها الطريق. الطوموبيل جات بين ندى والمحل. هبط الزاج وبان هاد السيد اللي فايت الوسامه ليه. اش هاد البساله؟ قيصر باستمتاع قال لها ركبي يلا. كيفاش نركب؟ لا ما غنركبش. اش هاد الشيء؟ الا ما ركبتيش غنهبط لك قدام الناس وانا غنقول لهم باللي انت ماشي خطيبي. ايه، وما شفتيش الا وقفات الصحافه؟ ندى ركبت في الطوموبيل مفقوسه وانطلق القيصر قاصد شي بلاصه. فحد البلاصه جالس فراس كيشرب من القهوه ديالو وكيفكر في هذيك اللي ما داز حتى يومين وبدا كيتوحشها. شكون من غيرها؟ ياسمين اللي بدات كتدخل مع العروق ديالو بلا ما يحس. كيتسنى غير النهار اللي سال الانتقام ديالو ويبدا معاها من الاول. جالس كيشوف في الشوارع ديال باريس وساد عينيه بالجهد حتى قاطع التفكير ديالو السيرفر اللي جا عنده. الحساب سيدي شاف فيه الشيطان وجبد مبلغ كبير عطاه ليه بالسكات. الصرف ديال خلي عندك. ركب في الطوموبيل وبدا كيسوق بهدوء غادي لشي بلاصه حتى وصلوا التليفون من المغرب. طلع حاجبو باستغراب وجاوب خير مراد. فين هي ياسمينة فراس؟ راها في الدار، عارف بلاصه ديالها. مراد قال ليه لا ما كايناش، ندى كانت كتهضر معاها وفجاه غوتت بواحد الطريقه غريبه وتقطع الخط، وكاين مشكل كبير هنا. شنو هو؟ باباها وماماها دايرين حاليته خايبه بزاف وحتى شي حد ما عارف الحاله ديالهم. قطع مراد، قطع الخط بالزربه وصلنا لشي واحد اخر. الو، فين هي ياسمين؟ واش ماشي نتوما اللي حاضينها؟ شاف راه تهجموا علينا شي شفاره وخداوها. وقفت الطوموبيل جا الشيطان في البلاصه وهو كيغوت. شنو؟ في الوقت اللي كان فراس كيطير في السما راجع للمغرب، ياسمين كانت محبوسه في داك البيت المظلم. كانت مربوطه من يديها ورجليها في الكرسي والمخدر عاد بدا كيمشي لها من راسها. بدات كتمتم بالدموع. اش هاد المصيبه؟ بابا وماما اش وقع لهم؟ تفكرت داك الموس الصغير اللي ملي كانوا باغيين يخطفوها هربت الكوزينه وخداتو وخباتو من الزهر ديالها. ما قلبوش الجيوب ديالها. بدات كتحرك بيديها المربوطه مورا الظهر وهي كتألم. زيرت على الموس وبدات كتقطع في داك الحبل القاصح بشويه بشويه، واخا الموس جرح عليها يديها والدم كيسيل حتى حسات بالحبل ترخى وتفكات. ناضت كترجف ولات كتقلب على شي مخرج حتى بان لها واحد الشرجم صغير مغطينو غير بشي ميكات وخناشي. بدات كتشرك فيهم وخرجت منها وطاحت للزنقه اللورانيه المهجوره. رجلها تلوات ليها بالجهد مع الطيحه. بدات كتمشى بالزز وتعرج والوجع كيقتلها. يلا دارت في الدوره ديال الزنقه وهي تصدم بوجود روبن واقف قدامها. شاف فيها بواحد الابتسامه خبيثه وعينو كيطيروا بالشر. على سلامتك لاله ياسمين، كيحسب لك غتهربي بهاد السهوله؟ روبن جبد الفردي ديالو بلا ما يتردد وضرب قرطاسه جات نيشان في دراع ياسمين. ياسمين غوتات غوته حاره وطاحت على ركابيها. الدم بدا كيسيل بغزاره وفقدات الجهد ديالها. روبن قرب منها وهو كيستمتع بالضعف ديالها وبغى يجرها من شعرها، ولكن ياسمين واخا الدموع كينزلوا عينيها مضبين زيرت على داك الموس الصغير اللي كان مازال مخبي في يديها، وبحركه سريعه ومفاجئه جمعت كاع الغضب اللي فيها ونقزات عليه وغرزات الموس في المعده ديالو بكل قوتها.
روبن شهقة ديال الموت وعيني وسعوا بالصدمة وطاح للأرض غارق في دمه. ياسمين حطت يدها اللي عامرين دم على فمها وبدات كتوفي وهي كترعد بالهستيريا وكتبكي. انا قتلته. ومن بعد بسبب النزيف ديال دراعها والخلعه ديال الموقف طاحت غيبه على الوعي حدا الجثه ديال روبن. في ديك اللحظه بالضبط فرهنت الطوموبيل ديال فراس في الحومه. كان معاه عمر الحسيني ولد خالو. غتعرفوا من بعد اشنو كيدير معاه. عمر هو اللي عطى لفراس البلاصه بالضبط حيت كان حاضي التحركات ديال روبن. دخل فراس كيطير للزنقه المهجوره وغير شاف ياسمين طايحه في الارض ودراعها كينزف وحدها روبن ميت. قلبه طاح بين رجليه طار لجهته هز بين يديه بلهفه وخوف عمرو حس بيه في حياته. كان كيزير عليها في حضنه وهو كيرجف. ياسمين فيقي عافاك انا هنا. دها بالزربه لواحد البيت امين ديالو. جاب دكتور كلفو يخيط ليها الجرح ديال القرطاسه ويداوي يديها. بقى فراس سهران فوق راسها الليل كامل شاد يديها وما قادش يبعد عيونه عليها. عرف باللي هاد البنت ولات هي النبض ديالو. ملي فاقت ياسمين حلت عينيها لقات فراس جالس حداها وجهه ساحب وعينيه منفوخين بالصهير والقلق. غير شافها فاقت نهد نهيده قويه وجمعها في حضنه بالجد بحال الا باغي يخبيها وسط طلوعه. ياسمين بدات كتبكي بصوت خافت. فراس انا قتلت روبن. شت مات وكيستاهل الموت. هو اللي كان باغي يقتلك. انت غير راح تقتي راسك. انا هنا معك ودابا كلشي سالا. ياسمين زيرات عليه وبكات في حضنه وهاد المره حست بلي داك الشيطان القاصح ولا هو الجنه والامان ديالها. في الوقت اللي كانت فيه امانيا وامها تيريزا كيتسناو الخبار ديال روبن في القصر. وصلتهم الخبار باللي روبن مات وباللي فراس رجع للمغرب بحال الاعصار وغيصفيها لكاع اللي كان مرخط في ياسمين. تيريزا وامانيا شدهم الرعب وعاقوا باللي اللعبه سهلات وباللي الشيطان الى لقاهم غيقطعهم طراف. جمعوا حوايجهم وفي ديك الليله هربوا كيطيروا ورجعوا الميريكان وخلاو كل شيء وراهم خوفا من الموت. في السبيطار ندى كانت واقفه مع مازن خو ياسمين وخرج الدكتور ووجهه فيه الاسف وقال لهم باللي محمود وابتسام ماتوا في الحادث. ندى طاحت الارض كتبكي بالحرقه على عائله صاحبتها ومازن دخل عندهم كيجري وهو كيبكي بصمت. مراد كان واقف حدا ندى غير شافها منهاره جرها لعندو عنقها بالجهد وهو كيطبطب عليها. ندى حطت راسها على صدره وبكات. وفي هاد اللحظه حست باللي مراد هو السند الوحيد ليها. دخل زيدان وشاف هاد المنظر قدامه وعينيه بان فيهم الحزن لأول مرة. قشعه مراد ومشى توجه لجهته عطاه إشارة باش يزيد قدامه ودخلوا لواحد الغرفة في السبيطار. مراد جبد الفردي ووجهه الراس زيدان أنا عارف كل شيء. ندى بنت من يلا نطق قبل من خواد الفردي في دماغك. ندى بنت فريد الحسيني. كيفاش؟ انا زمان كنت خدام مع باك وبات فراس. كنت ديما كنشوف باك عاطي كاع الشراكه والاهميه لبابات فراس وانا مخليني غير موظف بسيط. واخا كنت معكم من الاول الغيره والحقد عماو ليا عيني وسكنوا قلبي. مشيت عند فريد الحسيني خال فراس كان راجل مافيا. اتفقت معاه باش ندمروا الشركه ديال باك وفريد حسيني هدد بات فراس وقتل لي مراته. وانا وهمت باك باللي الشركه فلسات وضاعت في واحد الصفقه كبيره وخليته يخرج للشارع. وفريد صيفط لباك شكون يقول لي باللي عائلته ماتت في حادث وبما ان باك كان مريض بالقلب جاتو جلطه ومات في البلاصه بسبب الصدمه. هادشي كنت عارفه. كمل كيفاش خديتي ندى؟ فريد الحسيني انقلب عليا من بعد وهددني قتل عائلتي وانا كعقاب ليه خطفت بنته ندى ملي كانت صغيره وربيتها كبنتي غير باش نحرق لي قلبه. ودابا انا نادم. مراد كان غيقتلو ولكن دار بحساب ندى اللي شافها واقفه في الباب وسمعت كاع هاد المصائب. تصدمت ملي عرفت باللي هذا ماشي باها وباللي باها الحقيقي هو مافيا وسميتو فريد الحسيني.
زيدان ملي شافها خرج كيجري من السبيطار مخلوع، وبدا كيسوق طوموبيلته وهو مشوش بزاف، حتى دار حادثه خايبه في الطريق ومات في البلاصه كعقاب رباني على كاع الشر اللي دار زمان. فراس وعمر الحسيني قرروا ينهيو هاد المصيبه دقه واحده ويدمروا فريد الحسيني. عمر عطى لفراس كاع التحركات ديال باه. فراس وعمر هما في الاصل كيساعدوا المخابرات. اقتحموا المقر السري ديال فريد الحسيني. فريد غير سمع البوليس كيهرسوا الباب ديال البيت وسمع صوت فراس جاي بحال الرعد ديال الانتقام، عاقب اللي كلشي تسد عليه وباللي نهايته قربات على يد الشيطان. تلاح فريد الحسيني من الشرجم ديال الطبقه الرابعه ومات في البلاصه. انتحر هرب من العذاب ديال الشيطان والبوليس، وهكا تخلص فراس من خالو ودمر المافيا ديالو بالكامل. من بعد شهرين من هاد العواصف المفاجئه الامور بدات كتهدن. ندى عرفت بلي عمر الحسيني هو خوها الحقيقي من بعد ما دار تحليل DNA ومشات تعيش معاه وتناست الماضي الكحل ديال باها بدعم من مراد اللي بقى واقف معاها. ياسمين فاقت في واحد الليله وتفكرت كاع داكشي اللي طرا. حلات اخر صفحه ديال المذكره ديال فراس ولقات اخر جمله مكتوبه: ما نقدرش نصارحك، ولكن اللي باغي هو تبقاي في حياتي للابد. كنبغيك بقدر انفاسي وانفاسك، فراس. ياسمين ابتسمت بالدموع ديال الفرحه واخا باقا حزينه على والديها. هزات ستيل وكتبات: كنبغيك اكثر من اغلى حاجه في حياتي. في واحد الفندق فخم كانت تحضيرات العرس ديال ندى والقيصر. ندى طلعت بحال شي ملاك بالكسوه البيضاء وهبطات مع خوها عمر اللي سلمها المراد وقال: تهلا في اختي. ندى في عينيا من قبل كاع ما نعرف اختك. ياسمين كانت واقفه فرحانه لصاحبتها ولابسه كسوه زرقاء كتحمق. شويه فراس جرها من يديها وطلعها المنصه قدام الناس كاملين. ياسمين حشمات وقالت ليه: فراس عيب الناس كيتفرجوا. فراس ما جاوبهاش، جبد واحد البواطه فخمه وحلها وبان خاتم ديال الماس كيشعل بالضوء. هز يديها وركب ليها الخاتم قدام كاع المعازيم كاعلان لزواجهم الشرعي والرسمي قدام كل شيء. وفي ديك اللحظه دخلت واحد التورته كبيره مكتوب فيها: كل عام وانت بخير. عاد تفكرات ياسمين باللي اليوم عيد ميلادها. قرب منها فراس وحط يدو على خصرها وهمس في ودنها بكل حب ودفى: كل عام وانت معايا، وكل عام وانت حبيبتي ومراتي للأبد. ياسمين ابتسمت وعينيها عامرين بدموع الفرحة، حطت راسها على صدره وعرفت باللي الشيطان ولا هو الملاك الحارس ديالها.